جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. اسمها الفشخرة. معناها معروف انك ما تمشيش على قدك، يبقى دخلك 100 جنيه وانت بتصرف 300 جنيه. ما عندكش لكن عايز ان شاء الله تستلف وتندين وتتزنق. الفشخرة دي هي الاب الشرعي للديون والمتاعب، هي السبب في الهموم. الكلام ده صحيح على مستوى الافراد ومستوى الدول. قلت لي ليه؟ اقول لك ليه. الفرد لما يصرف اكتر من دخله يفتقر. الدولة لما تستورد اكتر ما بتصدر ميزانها التجاري يميل عليه ويقول له ليه طوعتني. لما الانسان يصرف اقل من دخله يحوش يدخر. المدخرات دي هتتحط في بنوك او في شركات او في مشروعات، يبقى في فلوس وفي رخاء وفي انتاج. من غير ادخار مفيش تمويل، من غير تمويل مفيش مشروعات. الدنيا فيها مجموعة قوانين، تمشي عليها توصل، ما تمشيش عليها ما توصلش. زي حواديت ألف ليلة وليلة، في سكة للسلامة وسكة للندامة وسكة للي يروح ما يرجعش. احنا مع عدم المؤاخذة ماشيين في سكة اللي يروح ما يرجعش، عمالين نزيد وانتاجنا عمال يقل. الناس بتزيد والانتاج بيخس. تيجي ازاي دي؟ المفروض الانتاج يزيد لما الناس تزيد، عندنا بقى بيقل. عايزين نلحق نتلفت ونرجع الشوية اللي مشيناهم في سكة اللي يروح ما يرجعش. عايزين نرجع من السكة دي ونروح سكة السلامة. سكة السلامة عايزة شغل كتير، مش عايزة ندور عليها، لا، إنما عايزة يبقى عندنا عزم نمشي فيها. عشان نمشي فيها ضروري نغير حاجات كتير في حياتنا، ضروري نغير حاجات في نفوسنا وحاجات في قوانيننا وتقاليد في مجتمعنا. ضروري كل ده يتغير علشان احنا نقدر نطلع من البير اللي وقعنا فيه. اهم حاجة ضروري نغيرها في نفسنا مسألة الفشخرة. بلد مديونة وبتستورد تلتين اكلها وفيها عربيات مرسيدس اكتر من اللي في برلين. بلد مديونة وبتستورد الضروريات والناس لسه بتخلف 7 و8 علشان يبقوا عزوة وكتير. بلد فيها مشاكل اسعار بتزيد كل يوم، ورغم كده الحركة على الشراء شغالة. الناس كلها بتشتكي من قلة الفلوس، ورغم كده اي شاب صغير يجي يتجوز في فندق ويزفوه ويقعله 3000 جنيه لما يكون غلبان خالص وهيدفع اقل سعر. تسأل انت ايه ده؟ يقول لك يا اخي عايزين نفرح. هو الفرح ما يجيش الا بالفشخرة والصرف؟ ال3000 جنيه دول اللي هيتصرفوا في طبل وزمر لو كانوا اتصرفوا في البيت كان يبقى احسن ولا اوحش؟ مش بس نفوسنا وتقاليدنا اللي عايزة تغيير، لا، القوانين عايزة تتغير. في قوانين كتيرة مكتفة الناس. قانون شركات توظيف الاموال قالوا هيحل مشكلة الشركات دي والناس تاخد فلوسها. بقاله سنة ونص لحد قبض ولا حد صرف والوضع متجمد والناس بتلالي. قوانين التصدير عايزة تطوير، قوانين الاستثمار عايزة تغيير. عايزين اقتصاد يكون فيه مناخ يشجع الناس، يشجع الناس على انها تشيل فلوسها في مصر وتستثمر في مصر وتشتغل في مصر. ده كله محتاج قوانين تشجع على كده، مش تعرقل ده باسم تشجيعه. في تقاليد اجتماعية كتيرة عايزة تتغير، في سلوك عايزة تبديل. كل ده ان ما حصلش وبسرعة هنفضل ماشيين في سكة اللي يروح ما يرجعش. مش كده ولا ايه؟
دلوقتي دخلوا المدرسة، عندهم نشاط، عندهم حيوية، بيصحوا من بدري عشان يلبسوا ويروحوا المدرسة. تمام تمام. خلي بالك بقى من النقطة ديت، عوديه لما يقوم يتوضى ويصلي، يتوضى ويصلي قبل ما ينزل. ليه؟ اصل الصلاة والصيام ده بيبقى تعود، مش بيبقى عند الطفل حاجة إيمانية خالص. انت بتعوديه على من هو صغير ان هو يصلي، وان هي طبعا تصلي. لو عودتيه يكبروا مش هيتعبوكي، بالعكس هتبقى عندهم كده حاجة زي اوتوماتيك كده شغالة، يسمع الأذان يدخل يتوضى يصلي، مش هيعمل معاكي اكتر من كده. والصيام طبعا كذلك. لكن لما بنسيب ولادنا لما يكبروا ويدخلوا بقى في سن المراهقه ونقعد بقى نوجع في قلبنا، يا ابني صلي يا بنتي صلي، دي بقى ما اضمنهاش موضوع الصلاه بتاعهم ده. لكن عاوزه تطلعي ابنك وبنتك بيصلوا ويصوموا، عوديهم وهم صغيرين على الصلاه وعلى الايه الصيام. لكن بعد كده هتتعبي معاهم جدا. واوعي تنسوا تعودوهم كمان يصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عدد ما ذكروه الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. صباح الفل عليكم.